الفيلم بيبدأ في إنجلترا مع واحدة اسمها جيني بتخلص يومها في الشغل كمدرسة في مدرسة ابتدائي. بره المدرسة حبيبها ستيف مستنيها ومعاه خاتم، شكلها كده بيجهز إنه يطلبها للجواز. جيني تركب مع ستيف في العربية ويتضح إنهم خططوا لرحلة رومانسية آخر الأسبوع في بحيرة. ستيف بيقولها إن دي آخر فرصة يزوروا المكان قبل ما يبدأوا يبنوا عليه. بعد ساعات سفر يوصلوا لبلدة صغيرة ويقرروا يباتوا في فندق صغير. هناك يلاحظوا إن الناس مش ودودة مع الغرب، وجيني تتضايق جدا لما تشوف واحدة بتزعق لابنها وتضربه وهو كان بس بيلعب. تاني يوم يوصلوا لمكان اسمه إيدن ليك وسط الغابة. يمشوا بالعربية شوية لحد ما يوصلوا لبحيرة كبيرة وجميلة ناويين يقضوا فيها الويكند. أول ما ينزلوا من العربية يقابلوا ولد اسمه آدم بيصطاد حشرات وبيرسمها. جيني يتكلموا، لكن الولد يقولها إن أمه قالت له ما يتكلمش مع الغرب، يسيبوه ويروحوا للشاطئ يقضوا اليوم في الاستجمام. فجأة تيجي شلة مراهقين مزعجين ويبتدوا يتنمروا على آدم ويدوسوا الحشرات اللي جمعها. جيني تتضايق، لكن ستيف يقولها عيال بيهزروا بس ويقترح ما يتدخلوش. بعدين يناموا شوية، لكن جيني تصحى على صوت كلب بيهوهو عليها، والكلب يرجع مع الشلة اللي مشغلين مزيكا بصوت عالي. ستيف يروح لهم يطلب يوطوا الصوت ويسيطروا على الكلب، لكنهم يتريقوا عليه، وواحدة منهم تتهمه إنه بيراقب جسمها. ستيف يتحرك ويرجع، وجيني تقترح يروحوا مكان تاني، لكنه يقول مش هيخاف من شوية عيال. جيني تتضايق أكتر، والشلة تفضل تبص عليها بمنظار. قبل ما يمشوا بريت قائد الشلة يعمل حركة وقحة ويوريها أعضائه. بالليل بيباتوا في خيمة عند البحيرة ويسمعوا أصوات غريبة من الغابة، لكن يتجاهلوها. الصبح يكتشفوا إن الأكل مليان حشرات، فيقرروا يروحوا البلدة يفطروا. وهم راجعين يلاقوا عجلة العربية اتخرمت من زجاجة بيرة العيال سابوها. ستيف يغير الكاوتش بعصبية ويمشوا. يوصلوا لمطعم، وستيف يسأل الجرسونة عن العيال وأهلهم، لكنها ترد بوقاحة وتكرر مش أولادي. بعد ما يمشوا ستيف يلاحظ عجلة من عجل العيال قدام بيت، فيروح يواجه الأهل. يدخل البيت وينادي، لكن محدش يرد والمكان فاضي. بعدين صاحب البيت جون يوصل، وستيف يتوتر ويستخبى فوق، يعمل صوت بالغلط، فجون يفتكر ابنه بريت وينادي عليه بغضب. ستيف يخاف وينط من الشباك وينزلق على السقف ويرجع للعربية من غير ما حد يشوفه. بعدها يقضوا يوم لطيف على البحيرة، وستيف يقرر يطلب جيني للجواز ويمدوا إيده للخاتم. لكن فجأة جيني تلاحظ إن شنطتهم اختفت ومعاها مفاتيح العربية. يتحركوا بسرعة يدوروا على العربية، لكن يكتشفوا إنها اتسرقت من العيال. وهم بيدوروا العربية فجأة تظهر ناحية الشارع وهم على وشك تدوسهم، واللي بيسوقها بريت نفسه، والعيال يشتموهم ويجروا بالعربية بعيد. مع دخول الليل الاتنين وهم خلاص مرهقين لسه ماشيين في الغابة، ويقابلوا شلة العيال تاني اللي واقفين بيضربوا قفص جواه حيوان محبوس. ستيف يروح لهم ويطلب منهم مفاتيح عربيته وكمان تليفونه ومحفظته. بريتا أنكر إنه أخد حاجة، لكن ستيف يلاحظ إنه لابس نظارته الشمس. فجأة تليفون ستيف يرن من جيب بريت، فستيف يحاول ياخده بسرعة، لكن ريكي يطلع سكينة وتحصل خناقة. في العركة الكلب بوني يبقى عنيف أكتر، وستيف بالغلط يجرحه بالسكينة. بريت يجري على الكلب ويحاول يوقف النزيف، وستيف يعرض عليهم ياخد الكلب لدكتور بيطري، لكن بريت يديله المفاتيح ويزعق لهم إنهم يمشوا فورا. وهم بيحاولوا يهربوا الكلب يموت، فينهار بريت ويأمر الشلة يجروا وراهم. الزوجين بيحاولوا يخرجوا من المنطقة، لكن المراهقين يوصلوا ويرموا عليهم حجارة من فوق التل ويكسروا كشافات العربية. ستيف يقدر يشغل العربية، لكن عشان الضلمة يخبط في شجرة، وغلطة كبيرة. الأغصان تدخل من الزجاج وتغرز فيه، يخليه ينزف ويصرخ من الألم. ستيف يطلب من جيني تروح البلدة تدور على حد يساعدهم. جيني تمشي حزينة، لكن تسمع صوت العيال قرب، فتستخبى ورا الشجر. الشلة ما تشوفهاش، لكن يوصلوا لستيف اللي مش قادر يدافع عن نفسه، وبريت يقرر إنه يخليه يدفع ثمن موت الكلب. الصبح جيني تخرج من مخبأها، ويتضح إنها قضت الليل هناك بدل ما تروح تطلب المساعدة وترجع تفتش العربية، لكنها ما تلاقيش ستيف. تمشي ورا أثر الدم وتكتشف إن ستيف مربوط بسلك شائك في عمود خشب ومضروب جامد. بريت يقول إنهم هيستعملوه طعم عشان يمسكوا جيني ويعملوا فيها بلاوي. هاري اللي قلقان يقول لبريت يسيب ستيف، لكن بريت يرفض لأنه خايف ستيف يبلغ عنهم.
هاري يحلف إنه ما لمسهوش، فبريت يهدده بالسكينة ويأمره يعذب ستيف. كمان يأمر بيج إنها تصور كل حاجة عشان يبقى في دليل إن الكل شارك. العيال يبتدوا يضربوا ستيف واحد واحد، بينما جيني واقفة بعيد بتعيط وما في إيدها حاجة. جيني تكتشف إن مفيش شبكة، فتستعمل البلوتوث توصل بتليفون ستيف وتحاول تتصل ب999، لكن بريت يوصل للمكالمة ويقطعها ويعرف إن جيني قريبة. ستيف يصرخ لها تهرب فتهرب، والعيال يجروا وراها بالعجل. ستيف يستغل الوقت ويفك نفسه من السلك، وجيني تنجح تخلي العيال يتخبطوا في جذع شجرة. بعد ما تسيب وراها المطارد ده، جيني تلاقي عربية مقطورة جواها لاسلكي على الترابيزة، لكن الباب مقفول. تحاول توصل له بأداة، لكن اللاسلكي يقع ويتكسر. العيال بيقربوا وجاكيت جيني يتعلق في السلسلة اللي ماسكة الباب، فتسيبه وتستخبى ورا المقطورة، والعيال يوصلوا ويفتحوا الباب، لكن هي كانت فوق السقف من غير ما يعرفوا. في مكان تاني، ريكي يلاحظ إن ستيف هرب، فيبلغ بريت والشلة يبتدوا يدوروا عليه. ستيف يوصل لعربيته، لكن أول ما يفتح الشنطة يشتغل إنذار عالي يبلغ العيال، فياخد بسرعة شوية حاجات مهمة ويمشي قبل ما يمسكوه. بعدها الاتنين يتقابلوا تاني، لكن ستيف ما بيقدرش يمشي كويس، فجيني تدخله كوخ صغير خشب وتبدأ تعالج جروحه، وهناك تلاقي الختم اللي كان ناوي يديهولها. جيني تتفاجئ، وستيف يقولها إنه كان ناوي ياخدها أفريقيا في شهر العسل، وإنه حتى طلب من أبوها إنه يتجوزها. فجأة العيال يقتربوا، فيضطروا يهربوا تاني. الشلة تدخل الكوخ، لكن تلاقي بس آثار دم، بينما باين إن جيني وستيف مستخبيين في المية تحت الكوخ. بعد ما العيال يمشوا، جيني تطلع المية، لكن في اللحظة دي جيني تكتشف إن ستيف فقد الوعي. تصحيه وتفهم إنه لو ما تعالجش هيموت، فتقرر إنها تروح البلدة تجيب مساعدة وتخبيه وسط شوية شجر. قبل ما تمشي تلبس خاتم الخطوبة وتوريه له إنها وافقت على الجواز. جيني تمشي على خط الكهرباء عشان توصل للبلدة، لكن فجأة تدوس على مسمار أو شوكة كبيرة تدخل في رجلها وتوقعها من الألم. صوتها يوصل للعيال، فيجروا ناحية المكان. المسكينة تدخل وسط غابة وتحط عصاية بين أسنانها عشان تكتم الصرخة وتسحب الشوكة من رجلها وهي بتتألم جامد. بعد شوية وهي بتمشي بالعافية تقابل آدم، الولد اللي شفناه في أول الفيلم. تتوسل له يوصلها لأمه، لكنه يقول إن أمه في الشغل. تطلب منه يوصلها للبلدة، فيوافق، لكن بدل ما يمشي على خط الكهرباء يدخل بيها أعمق في الغابة ويستعمل تليفونه يكلم حد. جيني تطلب منه يكلم البوليس، لكنه يقول مفيش شبكة وإنه بيلعب لعبة بس. جيني تشك فيه وتحاول تاخد منه الموبايل، وفجأة شلة العيال تظهر ويتضح إن آدم كان بيبعت لهم. بعدها جيني تصحى تلاقي نفسها مربوطة في جذع شجرة مع ستيف اللي مات خلاص. العيال يسكبوا بنزين حواليهم عشان يولعوا فيهم. هاري يعترض ويقول ما ينفعش لأنها لسه عايشة، لكن بريت ما يهتمش ويأمر بيج التصور ويدي آدم الكبريت يولعهم. الولد يتردد، لكن تحت تهديد بريت يولع، والجذع يبدأ يتحرق. الجسم بتاع ستيف يتمسك بالنار. جيني تستغيث، لكن النار تحرق الحبال اللي مربوطة بيها، فتتحرر وتهرب. بريت يجري عليها، لكنها توقع جيركن كيروسين وترمي فيها عصاية مولعة، تعمل جدار نار بينهم وتهرب. بريت يمسك آدم ويهددها يولع فيه لو مرجعتش، لكنها تتجاهله وتشوف من بعيد بريت وهو يسكب الكيروسين على آدم ويولع فيه. المنظر يخليها تتقيأ، وحتى باقي الشلة يتصدموا لكن ما يقدروا يوقفوه. بعد شوية جيني تلاقي خريطة كبيرة، تكسر الزجاج وتحاول تحدد طريقها، لكن العيال بيقربوا، فتستخبى في صندوق قمامة. ريكي يقول لبريت إنها سرقت الخريطة وبتعرف تروح فين، لكن بريت يقول ببرود إنها مش هتوصل بعيد وهي ماشية. بعد ما يمشوا جيني تطلع، لكن كوبر يشوفها ويجي يساعد، وهي في حالة هلع تغرز له قطعة إزاز في رقبته. الولد يقع وهي تتصدم من اللي عملته وتحاول تنقذه، لكنه يموت في حضنها. بالليل العيال لسه بيدوروا عليها. بريت يسمع بيج بتصرخ، فيكتشف إنها وهاري لقوا جثة كوبر. هاري يلوم بريت ويقول إنه زهق وعايز يرجع، لكن بريت يهدده ويوريه فيديوهات له وهو بيعذب ستيف. هاري يحاول يكلم حد، فبريت يهجم عليه ويضربه بشدة لحد ما يبقى شبه ميت، وبيج تهرب مرعوبة. جيني بتوصل للطريق العمومي وبتقع قدام عربية، والسواق اللي اسمه ريس بيتفاجئ بحالتها، وهي بتقوله إنهم قتلوا حبيبها، بس بدل ما يوديها للبلد
بياخدها على الغابة وبيقولها إن أخوه ريكي هناك. جيني بتخاف وبتفهم إنه أخو واحد من اللي قتلوه، فتقوله يرجعها، بس هو بيكمل لحد البوابة وبيقابل ريكي ومارك، وهي بتستغل إنهم مشغولين وتطلع تجري تركب العربية وتهرب. وهي ماشية بتشوف بيج بتجري على الطريق، فتقف شوية وتطير بيج من على الطريق، وبعد كده تكمل بالعربية لحد ما توصل للبلد وتخبط في عربية تانية، والفان يخبط في سور. جيني بتنزل وهي مهدودة خالص، وتلاقي نفسها في نص حفلة في حوش بيت، فتصرخ وبتستغيث وبتقع من طولها مغمى عليها، والناس تلم عليها يجروا يساعدوها. بعد شوية تصحى تلاقي واحدة بتعالجها، وتلاحظ صور بريد في البيت وتفهم إنها في بيته. تطلب إسعاف، لكن جون يدخل ويأمرها تسكت. تطلب منهم يوصلوها الحمام وتقفل على نفسها. تحاول تهرب لكن الشبابيك صغيرة وسميكة. بره في صراخ وباين إنهم عرفوا اللي حصل وشافوا الفان. جيني تمسك شفرة حلاقة، لكن جون يكسر الباب، بيج تحاول تضربها والرجال يفرقوهم. يتضح إن كل الموجودين أهالي العيال، وبريت موجود ويتهمها إنها قتلت أصحابه. جيني تقول إنهم قتلوا حبيبها، لكن محدش يصدقها. تحاول تضرب جون لكنه يمسكها. واحد يحذر جون إنه لو زودها الشرطة هتعرف، لكن جون يقول إن في البلد دي بيحموا بعض، ويأمر بريت ينام. الولد يعاند فيصفعه جامد، وبعدها جون والرجالة يسحبوا جيني للحمام عشان يخلصوا عليها، وبريت يدخل أوضته ويقفل الباب عشان ما يسمعش صرخاتها. الفيلم ينتهي وبريد بيحذف كل الفيديوهات من موبايل بيج، وبيلبس نظارة ستيف ويبص في المراية بنظرة شريرة جدا.